مرحبا بكم. في هذا الفيديو سيتحدث يونس منقاري، اللاعب السابق لنادي الوداد الرياضي المغربي والمنتخب المغربي، الذي يعتبر واحدا من أبرز النجوم في تاريخ الكرة المغربية، بشكل خاص عن حماس لاعبي الوداد وتحضيراتهم لمواجهة الأهلي المصري في نهائي دوري أبطال أفريقيا. فلنبدأ. سمير، وتنتمنى اننا نكونوا في المستوى في هذا اللقاء، وكنشكرك على هذا المجال اللي عطيتينا باش نتقربوا مع الجمهور المصري وكذلك الجمهور العربي. شرفنا بمشاركتك معنا، وخليني في البدايه اسالك مواجهه، خلينا نقول كلاكات تاني مره، لانه برضو في الموسم الاخير كان نهائي بطوله دوري ابطال افريقيا الاهلي والوداد، مع اختلاف الظروف تغير النظام واصبح النهائي من مباراه ذهاب وعوده. ايه الاختلاف بين المواجهتين من وجهه نظرك، الاهلي والوداد في الموسم الماضي والاهلي والوداد اللقاء المنتظر في نهائي دوري الابطال السنه دي؟ بطبيعه الحال فالمقابله النهائيه ديال فريق الوداد وفريق الاهلي المصري فهي مقابله اللي صعيبه. فبطبيعه الحال فكاين واحد الاختلاف كبير. فكلشي تعرف المستوى ديال الفريق الاهلي هذا الموسم فهو مستوى اللي كبير. وتنظن بان المستوى ديال الاهلي فهو كيتطور مع التطور ديال المقابلات وكذلك ديال المجموعه. اما بالنسبه للفريق الوداد البيضاوي فهو كيف تعرف الجميع ففيه متغيرات كثيره. فكيف تعرف لا الجمهور ديال الاهلي ولا الجمهور ديال فريق الوداد فاربع مدربين اللي تعاقبوا على الفريق الوداد هذا الموسم. فتنظن بان هذه المساله ماشي هي سهله. فكل شيء تعرف بان كل مدرب فهو عنده طريقه والنهج التكتيكي ديالو. فتنتمنى ان هذه المقابله تكون بواحد المستوى الكبير اللي تشرف الكره المغربيه وكذلك المصريه والكره العربيه بصفه عامه. خليني اسالك بدايه، يمكن دي العلامه الاساسيه او نقطه علامه الاستفهام الاساسيه، ليه امل الوداد بتغيير هذا العدد الكبير من الاجهزه الفنيه في موسم واحد، على الرغم ان هم كلهم الحقيقه اسماء كبيره وليها خبره في الكره الافريقيه؟ اعتقد التونسي عبد الكريم النفطي تولى مسؤوليه، خوان كارلوس جاريدو في وقت من الاوقات، وصولا ل سفين فاندر بروك طبعا المدير الفني البلجيكي الحالي. كتنظن فالصوره ديال فريق الوداد هذا الموسم فهي صوره ماشي جيده 100%. فكل شيء تعرف الضغط الجماهيري، فبالرغم من النتائج الايجابيه فما كاينش واحد الاقناع من الناحيه الفنيه. فتنظن بان لا المكتب المديري ولا الرئيس فهم ارتأوا انهم يغيروا هاد المدربين كاملين باش يمكن يعطيو واحد الاضافه وكذلك واحد الثقه بالنسبه للجمهور ولا اللاعبين. فتنظن بعد الالتحاق ديال المدرب البلجيكي زفين فتنظن بان الفريق فهو تغير بشكل كبير، لا من الناحيه الفرديه ولا من الناحيه الجماعيه. فتنظن بانه كان تغيير اللي هو ايجابي. فكل شيء تعرف بان بعد الحلول ديال هذا المدرب فالحمد لله فالفريق الوداد الرياضي فما انهزمش في المقابلات. هذا يعني بان المدرب فهو تشتغل بواحد الشكل جيد وكذلك تشتغل لا من الناحيه الدفاعيه ولا من الناحيه الهجوميه. هل تعتقد انه فتره شهر تعتبر كافيه؟ طبعا يمكن انا كان ليا لقاء مع سفين فاندر بروك هنا في السادسه، كنا قابلناه، بس في الوقت ده طبعا ما كانش بيتولى مسؤوليه الوداد، وكان واضح جدا من كلامنا معاه انه الراجل ملم بشكل عام بالكره الافريقيه وملم بشكل خاص بفريق النادي الاهلي وبنجوم النادي الاهلي ومواطن القوه فيه. لكن هل تعتقد ان شهر تعتبر فتره كافيه لمدير فني عشان يقدر يخوض نهائي بطوله مهمه بحجم الشامبيونز ليج في مواجهه عملاق قاره افريقيا النادي الاهلي؟ فنظن بان كيف تكلمت يا استاذ احمد فتنظن بان شهر ماشي كافي، ولكن نظن بان الخبره ديال زمان فانه ما غاديش باه يدير واحد التغييرات اللي كبيره باش يمكن انه يلخبط الاوراق ديال فريق الوداد الرياضي. فكل شيء تعرف بان زين انه اشتغل في المغرب واشتغل مع الجيش الملكي فعنده واحد القراءه وواحد الصوره بالنسبه للاعبين ولا الفريق الوداد. تنظن بان زين فانه كان مستعد بالخبره ديالو وكذلك كان متبع الفريق. وتنظن بانه كان على علم انه غادي يلتحق بالفريق ديال الوداد الرياضي في وقت من الاوقات.
فبالنسبه لي فهو جات الفرصه اللي فرصه ذهبيه. كل شيء تعرف بان فريق الوداد الرياضي فهو في نفس النهايه ديال كاس العرش، وكذلك ثاني على بعد نقطه مع الجيش الملكي في البطوله، وكذلك انه احتل الربع النهائي نصف النهايه في كاس افريقيا للابطال. فنظن بانه عنده فرصه سانحه باش يكتب التاريخ ديالو، وكذلك البالماريس ديالو انه يكون متوج بعدد من الالقاب مع فريق الوداد الرياضي. تفتكر ايه السيناريو اللي بيجهزه فاندن بروك لمواجهه الاهلي هنا في القاهره، مباراه الذهاب؟ يعني وايه هي النتيجه اللي يسعى لتحقيقها الوداد المغربي في لقاء القاهره؟ فتنظن بان المقابله الحاسمه فغتكون في مدينه الدار البيضاء. هذا بشكل عادي، فكل شيء تعرف بان القوه ديال فريق الوداد فهي في الجمهور ديالو وكذلك في الملعب ديالو. فتنظن بانه ما غاديش يكون من دافع وانه غادي يقلب باش يحقق واحد الانتصار، اكثر من انه يقلب انه يحافظ على النظافه ديال الشباك ديال فريق الوداد الرياضي. فتنظن بانهم هادو سيناريوهات كثيره انهم غادي يديرهم قدام المدرب البلجيكي زمان. فتنظن بان بالنسبه لي فهو عنده قراءه، فكل شيء تعرف المدرسه البلجيكيه فهو مدربين اللي تيكونوا في المستوى الكبير. فنظن بانه غتكون واحد القراءه جيده للفريق الاهلي، وكذلك ما غاديش يتفرع ولا غادي يدافع باش يمكن انه يعطي جميع الاوراق ديالو في المقابله. فنظن بان المقابله ديال الدار البيضاء فهي اللي غادي تكون مقابله حاسمه في هذا النهائي اللي هو فريد من النوع ديالو. كذلك هو الثاني نهائي بين الاهلي وبين الوداد الرياضي. انت شايف انه مباراه العوده في الدار البيضاء تدي افضليه لفريق الوداد؟ بطبيعه الحال، فكل شيء تعرف بان بالرغم من ان فريق الوداد الرياضي انه تيكون في الاسوء ديال الحالات ديالو، فهو تنتصر في الميدان ديالو. هذا راجع الى القوه وكذلك ديال الجمهور، وخاصه الفصيل الوينر اللي تيلعب واحد الدور اللي كبير، وكذلك اللاعبين فهم تيكونوا متحمسين بشكل كبير في مدينه الدار البيضاء. هذا ما تعنيش بان المقابله غادي تكون في مصر تكون سهله، فهي صعبه. فاللاعبين ديال فريق الوداد الرياضي اللي عندهم واحد التجربه كبيره في هذه المنافسات، وكذلك لاعبين اللي لعبوا مع المنتخب الوطني. فنظن بان فريق الوداد الرياضي هذا الموسم فهو في هذا الشهر الاخير فهو في احسن الحالات ديالو، لا من الناحيه التكتيكيه ولا من الناحيه الفنيه وكذلك من الناحيه البدنيه. فنظن بان المقابله غادي تلعب على جوج ديال الاشواط، شوط في مصر الشقيقه وكذلك شوط في مدينه الدار البيضاء اللي غيكون حاسم بشكل كبير. طيب تسمح لي اعرض عليك راي ميغيل جاموندي المدير الفني السابق لفريق الوداد وفريق سان داونز، كان ضيفي مكانك هنا في نفس البرنامج امبارح، كنت بتكلم معاه على المقابله، وطبعا هو يعني عارف بشكل كبير جدا حجم ومكانه الفرقتين، ودرب الوداد ودرب سان داونز ومدرك تماما لكل التفاصيل الخاصه بالنادي الاهلي. كان من رايه انه الوداد السنه دي نسخه اضعف بكتير من نسخه الوداد اللي قابلت الاهلي في نهائي دوري الابطال الموسم اللي فات، وشايف انه الفريق بيعاني من مشاكل كتير، وانه في كتير من اهم اللعيبه او نجوم الفريق ابتعدوا عن مستواهم لاسباب مختلفه. رايك في ده ايه، وهل بتتفق معاه ولا ليك وجهه نظر اخرى؟ بطبيعه الحال فكل موسم وعنده الخصوصيه ديالو وعنده المسائل الايجابيه والسلبيه. فبطبيعه الحال فمتفق مع الراي ديال كاموندي وكذلك المدرب ديال سان داونز. فتنظن بان بعض اللاعبين فهما ابتعدوا على الفورما، ولكن بالرغم من ان هناك ابتعاد على الفورما وكذلك على الصوره الجيده، ففريق الوداد البيضاوي فهو تحقق انتصارات، فهذا هو اللي تنشيروا ليه. فبالرغم من ان الوداد ما تيكونش بواحد المستوى من الناحيه الفنيه، فهو تحقق نتائج ايجابيه، وخير دليل المقابلات اللي جراهم مع سان داونز لا في مدينه الدار البيضاء ولا كذلك في جنوب افريقيا. فشفتي ان جوج صورات اللي مختلفين، صوره ديال الفريق اللي لعب في جنوب افريقيا بالرغم من انه لاعب خارج الميدان فحقق نتيجه ايجابيه بالرغم من القوه ديال سان داونز اللي كان هو من بين المرشحين انهم يفوزوا بهذه النسخه. في رايي يمكن دي تكون افضل مباراه اداها فريق الوداد في مشواره في بطوله افريقيا السنه دي. مش عارف لو ليك وجهه نظر
تانية ولا لا؟ بس هي الفرق بطبيعه الحال، فلا فريق الوداد ولا فريق الاهلي فالمستوى ديالهم فهو تطور بشكل كبير مع تطور مع مرور المقابلات. فكل مقابله ما تتشبهش المقابله، فالمقابله النهائيه فعندها طقوس ديالها، فعندها عاوتاني عوامل اللي تتحمس اللاعبين. فكل لاعبين كنظن بان كاين بعض اللاعبين اللي ممكن انهم يكون اخر موسم ديالهم مع فريق الوداد الرياضي، فهما غادي يكونوا جاهدين باش يحققوا واحد النتيجه ايجابيه باش ينهيوا المسار ديالهم مع فريق الوداد متوجين بالكاس افريقيا. طيب، على مستوى السكواد كابتن يونس، ايه هي الغيابات اللي ممكن تكون مؤثره في صفوف الوداد قبل مواجهه يوم الاحد القادم؟ ومين اللاعبين اللي انت بتشوف ان هم ممكن يكونوا مفتاح نتيجه ايجابيه لفريق الوداد في مواجهه القاهره؟ فتنظن ما كاينش من بعد المقابله اللي جراها فريق الوداد هذا الاسبوع مع فريق تطوان اللي هو انتصر ب2-0، فتنظن 2-0، فما كاينينش غيابات بالرغم من الغيابات ديال التكناوتي اللي هو غياب اللي هو كان طويل، ولكن بالرغم من الغياب ديالو فالحارس مطيع فهو كان في واحد الصوره اللي جيده وعطى انطباع جيد المستوى ديالو. تنظن بان فريق الوداد الرياضي فهو مكتمل الصفوف ديالو جميع اللاعبين بالرغم من بعض الاصابات الخفيفه، لا من زولا ولا سامبو. كل شيء لاحظ الاستيطان ديالهم في المقابله ضد سان داونز، فجوج لاعبين فهم تيتمرنوا بشكل عادي، وكذلك جراو المقابلات الاخيره. فتنظن بان فريق الوداد البيضاوي جميع اللاعبين راهم في حاله جيده، وكذلك المدرب البلجيكي فهو عنده خيارات كثيره باش يمكن انه يقحم لاعبين في وسط الميدان ولا الدفاع وكذلك الهجوم، فكاينين خيارات اللي كثيره. حسين بن عياده جاهز للمشاركه في مباراه الحد؟ فما تنظنش عياده، تنظن بانه غاب، ولكن ماشي شي لاعب اللي اساسي ولا عنده واحد الدور كبير في المجموعه ديال فريق الوداد، فتنظن بان الغياب ديالو ما غاديش يطرح واحد الاشكال كبير. انت تراهن على مين في مباراه الحد اللي جاي بالنسبه لفريق الوداد؟ مين اللاعيبه اللي ممكن تشوف انها مفاتيح لعب سفين فاندنبروك في مواجهه الاهلي في القاهره؟ فتنظن بان القوه ديال فريق الوداد الرياضي فهي القوه في المجموعه. فتشوف في المقابلات ما كاينش لاعب اللي ممكن اننا نقولوا هو المفتاح، فجميع اللاعبين هما تيسجلوا اهداف. فشلنا في المقابلات الاخيره لا المدافعين ولا وسط الميدان ولا المهاجمين فهم تيسجلوا في الاونه الاخيره. فشفنا المدافعين هما اللي تيسجلوا، فشفنا المقابله ديال سان داونز شفنا العملود، في المقابله ديال تطوان الاخيره فشفنا اللاعب فرحان وكذلك عطيه الله فهم سجلوا. فتنظن بان ما كاينش لاعب اللي تيخلق الفرق اكثر من ان المجموعه وهي اللي تدير الفرق بالنسبه لفريق الوداد الرياضي، زياده على ذلك التالق ديال الحارس المرمى. فتنظن بان مطيع في هذه المقابلات الاخيره تبين على واحد المستوى كبير. فتنظن بان هادو هما المسائل اللي يمكن انه يديروا الفرق ويعطيوا القوه لفريق الوداد الرياضي. تتوقع انه تشكيله الوداد تكون اقرب، تشكيله الوداد في مواجهه الاهلي في مباراه القاهره هنا تكون اقرب لتشكيلته في مواجهه اللي لعب بيها في مواجهه سان داونز في جنوب افريقيا؟ فبطبيعه الحال فكل شيء شاف بان لا وسط الميدان المشكل اللي كاين في فريق الوداد وعدم الاستقرار هو في وسط الميدان. فمره كيلعب جبران، مره يلعب داودي، مره يلعب حسوني، حيمود، الجعدي، فما كاينش واحد الاستقرار بالنسبه للتريو اللي كاين في ميليو التيران في وسط الميدان. فهذا الشيء على حسب السيناريوهات ديال المقابله، فالمدرب كل مقابله فهو تيقحم اللاعب المناسب على حسب الظروف ديال المقابله وكذلك على حسب المتطلبات ديال المقابله. فتنظن بان ما غاديش يكون غادي في هذه المقابله، ما تنظنش بان حسوني غادي يقحموا في هذه المقابله. وتنظن بان الثلاثي غيقتصر تنظن بالنسبه لي ما بين الداودي وجبران وكذلك الجعدي وبنسبه اقل حيمي. مواجهه الاهلي والوداد ليست المواجهه المصريه المغربيه الاولى في البطوله. الاهلي قابل الرجاء في دور الثمانيه، عايز اعرف كنت بتشجع مين، الاهلي ولا الرجاء؟
بطبيعة الحال فاحنا كمغاربة بالرغم من كاين واحد التعصب بين فريق الوداد وفريق الرجاء، فبطبيعة الحال احنا كمغاربة فلا بد اننا نشجعوا الفرق المغربية، وهذا ما تعنيش بان كذلك تنحبوا الفرق المصرية، اللي عندنا واحد العلاقة اخوية ما بين طبعا طبعا الفرق المصرية اكيد. وكذلك الفرق المغربية، وكذلك العلاقة ما بين الاخوان المصريين. فالحمد لله احنا كعرب عندنا واحد الثقافه ديال الاحترام ديال ثقافه الاخرين وكذلك الشعوب، والحمد لله ما عندناش اشكال مع جميع الدول، يا رب دايما يا رب دايما. طيب خاصه الشعب المصري. طبعا، واحنا كل الاحترام والتقدير لاشقائنا في المغرب. الحقيقه يعني الشعب المغربي واحد من الشعوب القريبه جدا من قلوب كل المصريين. طب خليني اسالك على الاهلي شويه بقى. ازاي، ما اعرفش تابعت الاهلي والترجي ولا لا في الدور قبل النهائي؟ مكسب الاهلي في تونس بنتيجه 3، مكسبه في القاهره بنتيجه 1. اجمالا يعني الاهلي في الادوار الاقصائيه ازاي شفته يا كابتن يونس؟ وخليني اعرف برضو منك توقعاتك للمواجهه بتاعه القاهره. هل تتوقع انها تكون مواجهه حاسمه، ولا هننتظر او هينتظر الفرقتين لمواجهه الدار البيضاء؟ فتنظن بان الفريق الاهلي فهو من بين الفرق الكبيره في مصر وكذلك على المستوى الافريقي. فتنظن في الاونه الاخيره فكان الفريق كان في المستوى الكبير. فتنظن بان كيف قلت لك المقابله الفاصله غادي تكون ان شاء الله المدينه الدربي، لا الفريق المصري فهو غادي يدير الحيطه والحذر باش يمكن ان حيث كل شيء تعرف بان تسجيل الهدف في مصر فهو عنده واحد القيمه كبيره. فتنظن بانه ما غاديش يكشف على الاوراق ديالو كاملا. فتنظن بان النهائي الحقيقي فغيكون مدينه الدار البيضاء، وتتمنى ان المقابله تكون في واحد الجو رياضي. ودائما فالمقابلات بين الاشقاء المصريين فهي تكون الحمد لله في واحد الجو اللي هو رياضي كيسود واحد الاحترام، وتتمنى نعطيو واحد الصوره اللي ايجابيه للكره العربيه وكذلك الكره المصريه والمغربيه على الصعيد الافريقي وعلى الصعيد العالمي. بشكرك شكرا جزيلا الكابتن الكبير يونس منقاري، نجم الوداد ونجم المنتخب المغربي السابق. نتمنى لقاء يليق باثنين من اقطاب الكره الافريقيه ان شاء الله، ويشرف الكره العربيه كلها. كل الشكر ليك، وتحياتي طبعا للاشقاء في المغرب والمنتخب المغربي. فيليسيتاسيون زي ما بيقولوا بالفرنسي على العروض القويه طبعا والنتيجه العظيمه اللي حققها في كاس العالم. ان شاء الله. ميرسي بوكو استاذ احمد، وكنتمنوا اننا نكونوا في المستوى، وكذلك نتلاقاو ان شاء الله في اقرب وقت ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. ومرحبا في مدينه الدار البيضاء. اهلا وسهلا بيك دايما كابتن يونس منقاري، طبعا نجم الوداد والمغربي، تعليقا على رايه في مباراه الاهلي والوداد قطبي الكره الافريقيه الحقيقه في السنوات الاخيره. دايما الحقيقه الاهلي طبعا حاضر في اخر 7 نسخ من نهائي دوري الابطال، حضر في 6 نهائيات، والوداد ايضا الحقيقه حضر في كتير من النسخ، اخرها طبعا تتويجه بالنسخه الاخيره من دوري الابطال. في انتظار لقاء جديد يوم الاحد اللي جاي. طيب ايه اخبار المحترفين المصريين في الخارج؟ فاصل ونعرف ايه الاخبار.